في الوقت اللي العالم كله مركز على أوكرانيا وروسيا، كانت نار تانية بتشتعل في الشرق الأوسط، نار بين إيران وإسرائيل. وكل يوم بيعدي بيقربنا أكتر من الانفجار اللي ظاهر للناس مجرد ضربات صاروخية هنا أو هناك، لكن اللي تحت السطح أخطر بكتير. إيران بقالها سنين شغالة على برنامج نووي، وإسرائيل شايفة إن امتلاك إيران للسلاح النووي خطر وجودي عليها. وعشان كده إسرائيل مش بس بتراقب، دي كمان بتضرب وبتبعت رسائل نارية في سوريا، العراق، وأحياناً جوه طهران نفسها. في المقابل، إيران مش لوحدها، وراها شبكة كبيرة من الحلفاء في المنطقة: حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، الحشد الشعبي في العراق، وجماعات مسلحة في غزة. يعني الحرب مش لازم تبدأ بشكل مباشر، ممكن تبدأ من الجنوب اللبناني، من البحر الأحمر، أو من تحت الأرض في سوريا. وهنا بيجي السؤال: فين مصر؟ وفين الدول العربية من كل اللي بيحصل ده؟ مصر عندها حدود مباشرة مع غزة، وسيناء منطقة حساسة جدا، وأي تصعيد هناك ممكن يولعها في لحظة. وعشان كده مصر دايما بتحاول تهدي اللعب، بتدخل كوسيط، وبتحذر من أي انفجار شامل في المنطقة. أما السعودية والإمارات فموقفهم معقد، فيه تقارب جديد بين السعودية وإيران حصل السنة اللي فاتت بوساطة صينية، وفي نفس الوقت فيه تحالفات قوية مع أمريكا، وفيه تعاون استخباراتي مع إسرائيل في بعض الملفات. يعني الكل واقف على الحبل، وخطوة واحدة غلط من أي طرف ممكن تهدد التوازن كله. والحرب ممكن تبدأ بضربة إسرائيلية لمفاعل نووي إيراني، أو بهجوم من حزب الله على شمال إسرائيل، أو حتى بعملية من الحوثيين تهدد الملاحة في البحر الأحمر وتضرب مصالح مصر والخليج. ولو ده حصل، هل الدول العربية هتقدر تفضل واقفة، ولا هتتحرك علشان تحمي حدودها، ولا هتحاول تطفي النار قبل ما توصل لبيتها؟ الواقع بيقول الشرق الأوسط في أخطر لحظة من سنين، وإحنا كمصريين وعرب مش خارج الصورة، إحنا جواها. وقراراتنا دلوقتي ممكن تغير شكل المنطقة كلها في السنين الجاية. اللي بيحصل بين إيران وإسرائيل مش صراع بين دولتين، ده صراع نفوذ، فيه أمريكا وفيه روسيا وفيه الصين، وإحنا كمان جزء منه. والسؤال اللي باقي: هل العرب يقدروا يكونوا صمام أمان، ولا هيكونوا جزء من الحرب الجاية؟